أولادك في خطر، وفي خطر كبير جدا لو ما اتفرجتش على الفيديو ده. خطر من الإيذاء الجنسي، خطر من التحرش الجنسي، خطر من اتباع أساليب الهجوم والعنف في حياتهم، خطر من عدم تركيزهم، خطر كبير جدا جدا على أولادك. لازم تشوف الفيديو ده لحد الآخر. انتشرت مؤخرا لعبة روبلوكس اللي هي تقريبا عند كل أولادنا أو معظم أولادنا من الفئة العمرية من أول 5 سنين لحد 13 و14 و17 سنة. ثبت أن هذه اللعبة بتبث سموم لأولادنا في التابلتس وفي الموبايلات اللي هم ماسكينها. الموبايلات اللي انت بتديها لاولادك دي كلها فيها مشاكل كتيره جدا من اللعبه دي، لعبه الروبلوكس. مؤخرا اكتشفوا قضيه تحرش في امريكا، حد استدرج الاطفال عن طريق الشات اللي موجود في لعبه روبلوكس. خليني اقول لك الاول، هي لعبه روبلوكس دي ايه اصلا؟ روبلوكس دي هي مجموعه من الالعاب تصل الى 3 مليون لعبه. تقدر تعمل لعبتك بنفسك عادي جدا، بمعنى انك انت تقدر تخصص او تكستم او تعمل لعبه على مزاجك. وليكن مثلا عايز مالها ليلي، يكون في بنات، يكون في حاجات مش كويسه، وابنك للاسف هو مش فاهم حاجه فبيخش على اللعبه دي. فتحذير مهم جدا لكل الاباء وكل الامهات، لو سمحتوا راقبوا ولادكم واعرفوا هم بيتفرجوا على ايه بالظبط، خصوصا في هذه اللعبه اللي بجد اتمنى ان هي يتم حظرها من مصر زي ما تم حظرها من قطر ومن تركيا ومن عمان، وقريب ان شاء الله اتمنى ان هي يتم حظرها من مصر، لان هي بتفسد عقول الاطفال اللي لسه بيكبروا عن طريق المحتوى اللي بتبثه في الالعاب بتاعتها. طيب، عرفنا كل المساوئ وكل المشاكل وكل المصايب اللي اللعبه دي ممكن تعملها. ازاي احمي ابني او ازاي اراقب ابني من ان هو يستخدم اللعبه دي، او ازاي اراقبه وهو بيلعب على الالعاب اللي موجوده جوه اللعبه دي؟ الموضوع سهل جدا. حضرتك هتفتح معايا الابلكيشن، بعد اذنك هتتعب شويه، هتنزل الابلكيشن عندك اسمه روبلوكس زي ما انا عامل لك في السكرين شوت دي، وهتخش على الاعدادات عن طريق انك انت تفتح معايا الموبايل زي ما انا بوريك اهو دلوقتي. هتفتح حضرتك في حاجه اسمها مور. بعد ما تفتح حاجه اسمها مور هتروح نازل على حاجه اسمها السيتنج او الاعدادات. السيتنج دي بقى مليانه حاجات كتير جدا. معلش انا اسف ان انا بطول عليك في الفيديو ده، بس لازم اطول عليك علشان الفيديو مهم وبيمس اولادنا، فلازم انك انت تتابع معايا الفيديو ده لحد الاخر. بعد ما حضرتك تخش على السيتنج او الاعدادات هتلاقي في حاجه اسمها بارنتال كنترول، الوصايه الابويه. بعد ما حضرتك تخش عليها هتخش حضرتك على الاكونت بتاع الطفل بتاعك على روبلوكس او ابنك يعني على روبلوكس، وتبعت منه انفيتيشن للاكونت بتاعك اللي انت عملته ده، بعد ما تثبت انك انت ابو الطفل ده عن طريق انك بترفع البطاقه بتاعتك، عن طريق التحقق من البطاقه ومن خلال الاي دي بتاعك لو انت في مصر. بعد ما تعمل ده وتحقق تم، بتبدا تخش عند الطفل بتاعك وتحط الايميل بتاعك عادي جدا. هيجي لك ايميل، هتحط الاكونت بتاع ابنك ده تحت الوصايه بتاعتك، تشوف كل حاجه هو بيتفرج عليها. تقدر تمنعه من ان هو يشوف حاجات معينه. حاجه تانية مهمه جدا، حاجه اسمها البرايفسي اند كونتنت ريستريكشنز. حاجه مهمه قوي لازم تمنعها. عندك حاجه اسمها الكونتنت ماتيوريتي. الكونتنت ماتيوريتي دي اللي هي دي حضرتك هتخليها اقل حاجه، اللي هي مينيمال، بحيث ان الحاجات العنف والحاجات اللي فيها دم والحاجات اللي فيها قتل ما تظهرش للطفل. تمام؟ دي حاجه مهمه. حاجه تانية برضو لازم تبقى برضو عاملها، حاجه اسمها الفيزيبيليتي والبرايفت سيرفرز. دي مهمه قوي، اللي هي الظهور، الفيزيبيليتي والبرايفت سيرفرز. حضرتك هتخش على الاونلاين ستيتس اللي هو وضع انك انت يبان ان انت اونلاين، هتعمله نو 1. وحاجه تانية اسمها الكرنت اكسبيرينس هتعملها نو 1. كل حاجه نو 1. الاهم بقى من كل ده اللي هي الدردشه او الشات اللي بيبقى موجود جوه اللعبه، هو ده اللي منه بيخش المتحرش او بيخش الشخص اللي عايز يبتز الطفل او يبتز ابنك من خلاله. ده حضرتك هتقفله تماما. ازاي؟ حضرتك بتخش على حاجه اسمها كوميونيكيشن او الاتصال. بعد ما تخش على الكوميونيكيشن هتلاقي في حاجه اسمها اكسبيرينس الشات، اللي هو الشات او الدردشه اللي بتبقى موجوده على الشمال، وعندك حاجه اسمها بارتي، وعندك حاجه اسمها كاميرا انبوت. كاميرا انبوت دي خطر شنيع. حضرتك اول حاجه نخش على الاكسبيرينس شات زي ما انت شايف كده، هتعملها نو 1، محدش يكلم الطفل بتاعي. والدايركت شات نو 1، محدش يبعت له رسائل، محدش يكلمه على الشات، يلعب بس بعد ما حضرتك تكون عامل البارنتال كنترول او الوصايه الابويه. تمام؟ الحاجه الثانيه البارتي، في حاجه اسمها بارتي كده بيعملوها جوه الالعاب بتاعتهم، هتعملها برده نو 1، وهتعمل الجروب بارتي نو 1 زي ما انت شايف قدامك كده في الاعدادات اللي انت شايفها. الاهم بقى من كل ده حضرتك الكاميرا انبوت اللي محدش اتكلم عنها ومحدش قال مدى خطورتها. ان الكاميرا حضرتك لو انت عاملها اون
المتحرش او الشخص اللي عايز يبتز ابنك يقدر ان هو يشوف الكاميرا بتاعته، ودي اكبر خطر واكبر مشكله ومصيبه ممكن يتعرض ليها طفلك، اللي هي الكاميرا انبوت زي ما انت شايف دي، لازم تكون قافلها. طب لو انا فاتحها ايه اللي بيحصل؟ حضرتك لو انت فاتحها بيقول لك ان هو الروبلوكس بيستخدم الكاميرا بتاعتك لو انت فاتحها كده، فانت تعمل ايه؟ تقفلها على طول، اقفلها فورا زي ما انت شايف كده قدامك، لازم تقفلها فورا. خلاص؟ كل دي حاجات هتقدر تخليك ان انت تتحكم في ابنك. طبعا ما تحطش كريدت كارد، اوعى تحط كريدت كارد لابنك، لان اللعبه دي مليانه حاجات بتستغل الاطفال في ان هي طبعا زي ما انت عارف بتشدهم جوه اللعبه، فبتخليهم ان هو يخشوا يشتروا حاجات بالكريدت كارد بتاع حضرتك اللي حضرتك حاطه على الروبلوكس او اللي حاطه على الابل اي دي بتاعك اللي انت حاططها فيه السبسكريبشنز، اللي الطفل بيخش ومش فاهم هو بيدفع منين، الفلوس موجوده وبيسحب من الفيزا. اوعى تحط الفيزا بتاعتك لان جواها العاب بيخليهم يشتروا مثلا لبس معين، مثلا يشتروا طاقيه مش عارف ايه، كل الحاجات دي كلها بفلوس بتستخدم من الفيزا بتاعت حضرتك. فيا ريت كلنا نخصص وقت نص ساعة أو ساعة يوميا نراقب أولادنا وهم بيلعبوا لعبة الروبلوكس، لأن هي خطر شنيع يا جماعة. وأتمنى إن الدولة تريحنا منها، تحظر لعبة روبلوكس. من مكاني هنا بقول لو سمحتوا امنعوا لعبة روبلوكس عن أطفالنا، عشان عايزين نحمي أطفالنا من اللي بيحصل لهم في هذه اللعبة. احظروا روبلوكس في مصر. يا ريت أكون فدتك بالفيديو ده، أتمنى إن أنت تشيره لبقية الناس عشان تعرف إزاي تظبط الإعدادات وتتابع اولادها كويس جدا، وازاي ان هي تقدر تمنع الخطر اللي ممكن يحصل لاولادنا ده. يا ريت تشير الفيديو ده وتسيفه عندك عشان ترجع بعد كده للاعدادات، ويا ريت اكون فدتك بالفيديو ده. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، واستنوني في فيديو تاني ان شاء الله هنتكلم في حاجات مهمه هتفيدكم كلكم. شكرا ليكم.